هلو هلو، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. فيديو النهارده مش هقول فيه معلومه، هقول فيه نصيحه. نصيحه بقول ازرع خير تحصد خير. ودايما دايما ان ربنا يستخدمني وما يستبدلنيش. الحكايه بدات من 2014 باني انشر الشغل. فعملت البيج، كنت كاتباه الاول باسمي عادي، وبعد كده اللوجو الجديد اللي هو اسس صح ترتاح بعدين ده جالي من كتر المعاناة اللي كنت بشوفها مع مع المدارس ومع المناهج ومع الاطفال، ومع قد ايه معاناة امهات كتير مع اولادها يعني. فبدأت انشر الشغل، وبدأت انزل تشيتس، انزل الشغل بتاع السيشن بتاعي ذات نفسه اللي انا بشتغله بنزله. من هنا بدأت نقطة تانية، ودي بقالها حوالي 8 أو 9 سنين، وهي إني بدرب المدرسات الخريجات فور فري اللي هما لسه بيبدأوا يشقوا الطريق. زمان أنا كنت بستعين بناس، ببص على بيجيز كتير بستفاد منها، بنقرا كتير ازاي أسس صح، ازاي اطلع طفل فاهم مش حافظ. فبدأت انشر الموضوع واقول يا جماعه ان انا بدرب مدرسات خريجات عن طريق الانترنت اونلاين. مش بنتقابل فيس تو فيس ولا حاجه، بس انا بوجه ده عن طريق الشيتس، عن طريق الواتساب، وبدي الماتيريال كامله بتاعت شغل السيشنز ذات نفسه كلها كامله، وهم بيطبقوا وبيبعتوا لي، واللي بيقف في حاجه انا بكلمه. وده طبعا في اوقات الفري تايم بتاعتي يعني. تمام. بقالي بس فتره محافظة المحلة الكبرى وزفتة الغربية. في هناك مدرستين فاضلتين. يعني بحس ان شيماء، يعني هم الحمد لله احنا سلسلة متواصلة، محدش فينا يعني بنكمل بعض. اللي عايز حاجة بيقولها للتاني. اللي في الغربية المحلة الكبرى اللي انا هقول اسامي الاماكن دي: ابو راضي، ابو علي، الركبي تقريبا، ودوران محب. الاماكن ديت هي فيها من اشطر المدرسات اللي كانت خايفة ان هي تدخل في مجال التدريس، وربنا اكرمني الحمد لله، اديت لها ماتيريالز وشجعتها. غابت عني سنة، رجعت هي مدرسة كبيرة كبيرة هناك، وده كان فخر كبير 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 ليا، وكنت مبسوطة قوي ان انا زرعت ولو نقطة معاها. التانية زفت الغربية، قد ايه هناك يعني في مناطق ارياف متطرفة، اللي هو ألف أسد، باء بطة. ده التأسيس هناك. وبعد ما بيخلصوا ال ABC شغالين عادي، ايه انت نملة بي بوك كتاب والجو ده. طبعا احنا قايلين ان ده كله غلط. بدأت تاخد ما شاء الله، وقعت وقامت وقعت وقامت، وبسم الله ما شاء الله عليها دلوقتي. قد ايه هي جميلة، وقد ايه هي ثابتة مكانها هناك. تمام. الفيديو ده هم هياخدوه هيشيروه عندهم هناك ان شاء الله، بحيث ان انا عايزة الناس تعرفهم، عايزة الناس تشتغل معاهم، عايزة الناس يعني يكون في ثمرة حد بيأسس صح، مش اللي هو كله على بعضه شقلب وقلب وانجز وخلاص. لا، انتي بتأسسي طفل كويس. مبسوطة ان انا نشرت شغلي هناك، مبسوطة ان هما لما بيتكلموا بيقولوا مش شيماء اللي اسستنا. دي حاجة انا اللي هي الفخر فيها جدا. مبسوطة ان ملازمي متوزعة هناك. لما بدأنا نشتغل في ملزمتي اللي هي كانت الخاصة بالعربي، اللي هي ديت الملزمة ديت مجمع فيها كل الأساليب والتراكيب من أول جونيور 1 لحد جونيور 3. اللي في المحلة الكبرى ما شاء الله واخدة مني دفعة جديدة ووزعتها هناك، وستيل شغالة منها. كذلك اللي في الغربية شغالين على نهج أكسفورد، نور البيان في العربي، نفس الخطة اللي أنا ماشية بيها. قد إيه أنت بتزرع خير هتحصد خير. بيجيلي من هناك كمية دعاوي جميلة جدا، بتخليني في وقت احباط او حاجة ان انا بكون عندي تشجيع تاني. بنصح ان اي حد ينشر خير. بنصح ان اي حد يبقى عنده معلومة يقولها لغيره. اي حد محتاج اي حاجة في مجال التدريس يكلمني، وانا هديله الماتيريال اونلاين فور فري من غير اي تكاليف، واعرفه ازاي بيشتغل مع طفل، ازاي مانج التايم بتاعه في السيشن، او مامي مع ابنها في البيت. كانت نصيحة خفيفة. دمتم بخير. باي باي.